معي الآن من دمشق شاهد عيان محمد، يدعى محمد. أهلا بك. أنت كنت أمام السفارة الفرنسية، هل لك أن تروي لنا ما جرى؟ مرحبا. أهلا بك. مرحبا محمد، هل سمعت السؤال؟ اي تفضلي تعيديه لو سمحتي مرة ثانية. نعم، أنت كنت أمام السفارة الفرنسية في دمشق، هل من الممكن أن تروي لنا ما جرى؟ طبيعي. عناصر امن السفاره اطلقوا النار على المتظاهرين الشباب الصغار اللي عمرهم 17 سنه و16 سنه قبل ما يوصلوا على باب السفاره. حتى كان في شابين عمرهم 16 سنه، الاول 16 والثاني 15 سنه، ما قدروا يضبطوا اعصابهم، طلعوا على العلم الفرنسي بدهم ينزلوه. بعد ما عملوا نفس الشيء، يمكن اظن عملوا نفس الشيء بالسفاره الامريكيه، فطلعوا على العلم فتعرضوا لاطلاق نار واصابات بالاطراف من عناصر الامن السفاره الفرنسيه. وبعد ما تعرضوا لاطلاق نار ووقعوا من ارتفاع تقريبا 5 امتار، طبعا وقعوا على الارض، تم اسعافهم. طلع حدا من امن السفاره الفرنسيه وخطف 2 من المتظاهرين السوريين الى داخل مبنى السفاره. طبعا بعد ما خطفوا 2 من المتظاهرين لداخل السفارة، الشباب والصبايا هجموا على السفارة وصاروا بدهم يكسروا ابواب السفارة لحتى يطلعوا المخطوفين. محمد، لماذا هذه المظاهرة امام سفارتي فرنسا والولايات المتحدة؟ لانه التحريض الطائفي اللي عم يتمارس من قبل سفير فرنسا ومن قبل سفير امريكا بسوريا، والتحريض الطائفي والديني والمذهبي بانه هن يتدخلوا بين الاديان وبين المذاهب ويدعموا طائفه ضد طائفه، هذا غير مسموح. على ما يرتكز هذا الكلام؟ على ما يرتكز كلامك؟ ما الذي يسمح لك بهذه كلامي يرتكز على خطبه السفير الامريكي لدى مشايخ جامع السريج بحما، لما قال لهم انه نحن الامريكيين ندعم الطائفه السنيه في سوريا. غير مسموح لاي حدا يتدخل بين الاديان بسوريا. هاي البلد هي طول عمرها رمز للتعايش المشترك بين كل الاديان بكل المنطقه. انتم كمواطن سوري الا ترون في خطوه السفيرين الفرنسي والامريكي بذهابهما الى حما يوم الجمعه عندما شهدت حما مظاهرات واسعه، اليس هذا جريئا وتأييدا للديمقراطيه من قبلهما، من قبل السفيرين؟ اذا بتسمحي لي بس لو سمحتي قبل ما احكي على السفير، انت كاتبين كفرنس 24 خبر هو مفبرك. اول شيء نحن اللي نزلنا على السفاره منا مناصرين للاسد، هي اول شغله. يعني نحن لا نفبرك اخبار. اولا نحن لا نفبرك اخبار، هذه الاخبار نقلتها جميع الوكالات الدوليه. لو سمحتي لي، انت عم تحكي مع واحد كان بالمظاهره وما مناصر للاسد. انا ماني مناصر للاسد، انا مناصر لسوريا. لازم تفرقوا بين مناصر الاسد ومعارض، وواحد منه معارض ومنه مناصر هو مناصر لبلده. اليوم نحن بلدنا عم تضيع من ايدنا بسبب المناصرين وغير المناصرين. نعم، نحن الوسط، نحن الاكثر. نعم محمد، مضطرة لمقاطعتك لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك. حماة الديار عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، عرين العروبة بيت حرام، وعرش الشموس حمى لا يضام، ربوع الشآلي بروج العلا، تحاكي السماء بعالي السلام.